سألت نفسك قبل كده ليه بنحب أفلام زمان حتى ولو كانت سيئة؟ وهل وقتها فعلا كنا بنشوف إنها أفلام وحشة وبمرور الزمن احلوت في عينينا؟ وليه دايما بنشوف الماضي أحسن في كل حاجة ومحدش فينا عاجبه الحاضر بتاعه؟ فهل دي كانت حقيقة فعلا ولا عقلك بيلعب بيك؟ هل فعلا الزمن اللي بيتغير ولا احنا نفسنا اللي بنتغير؟ الموضوع مش بس نوستالجيا ولكنه أعمق من كده بكتير. أكشن. في استطلاع رأي عملته مجموعة يوجوف المتخصصة في تحليل البيانات، سألوا 2973 شخص بالغ في بريطانيا هل العالم حالياً أفضل ولا أسوأ؟ 70% منهم إجابتهم كانت إن العالم بيزداد سوءاً، بينما 4% فقط هم اللي كانت إجابتهم إن العالم بيتحسن. ولو سألتك أنت كمان هل الأفلام والمسلسلات زمان كانت أحسن ولا دلوقتي؟ أعتقد الأغلبية هيقولوا زمان. فهل فعلا الماضي بمشتقاته كان أحسن ولا زي ما قال الروائي الفرنسي مارسيل بروست إن تذكر الأشياء الماضية لا يعني بالضرورة تذكر الأشياء كما كانت؟ لأن أحيانا الناس بتفتكر أحداث الماضي على إنها أكتر إيجابية مما كانت عليه في الواقع، الشيء اللي سماه علماء النفس بالانحياز الوردي، لأن عقلك بيعزز الجوانب الإيجابية اللي كانت في الماضي وبيتجاهل الصعوبات اللي كانت موجودة وقتها، وده بيؤدي لتشوش نظرتك للحاضر اللي بتعيشه. بتعتقد إن المجتمع في انحدار أو إن الحياة بتزداد سوءا يوم بعد يوم، وإن صناعة زي السينما مثلا في تراجع حتى ولو كان الوضع بيتحسن بالنسبة لمقاييس معينة. سيبك حتى من تأثير الانحياز الوردي على نظرتك، الموضوع بيكون أسوأ كتير جدا لو راح لقراراتك. هتلاقي نفسك مثلا راجع للإكس في ظل إن علاقتكم فعليا كانت فيلم رعب، فتعرف إنك وقعت في تحيز الذاكرة الانتقائي. مخك استرجع لك أحداث معينة دون غيرها، فتفتكر الحلو وتنسى الوحش. زي ما وصف الروائي ماريو يوسا وقال إن الذاكرة فخ نقي وبسيط، فهي تغير الماضي وتعيد ترتيبه بمهارة ليناسب حاضرنا. نفس الكلام بيحصل مع الأفلام القديمة عموما والسيئة خصوصا. انت بتكون فاكر منها الحلو أو فاكر ذكرياتك مع الفيلم، لكن هو في الواقع فيلم وحش فعلا وكان ضعيف من حيث كل العناصر، يعني لا تمثيل ولا سيناريو ولا أي حاجة. وهنا لازم تفرق بين حبك للفيلم وجودة الفيلم لأنهم شيء مختلف، وأغلب الناس للأسف بتخلط بينهم. في فرق بين فيلم عايش أكتر من 20 سنة لأجل إن هو فيلم عظيم فعلا والعناصر بتاعته كانت قوية وأضاف حاجة جديدة، فده أنت تحبه ما تحبه هو هيفضل خالد. وفيلم تاني عايش معانا عشان بنحبه مش أكتر، لكن لو ركزت معاه دلوقتي ودققت في تفاصيله هتلاقي إن هو فيلم ضعيف. فاللي بيحصل لأنك مش بتشوف الفيلم على حقيقته، انت بتشوف ذكرياتك معاه. وعلى فكرة ده يفسر لك ليه ممثلين كانوا مشهورين زمان جدا بس دلوقتي اختياراتهم سيئة وأدائهم سيء ومع ذلك انت برضو لسه بتحبهم. لكن خلونا متفقين ان الأفلام القديمة ليها سحر خاص. لما تشغل فيلمك المفضل في الطفولة تحس ان انت فتحت كبسولة زمنية لماضيك، والموضوع ملوش قاعدة. ممكن حد دلوقتي عنده 20 سنة يحس ان الأفلام اللي نزلت من 10 سنين هي أفلام طفولته، وممكن حد تاني يحس ده مع الأفلام اللي نزلت في أول الألفية، وممكن حد تاني يحس ده مع أفلام التسعينات. فمع اختلاف الحقبة الزمنية لطفولة كل واحد فينا، لكننا بنجتمع على حب أفلام زمان حتى ولو كانت سيئة. هتقول لي يا عمدة طب اشمعنى تحديدا الأفلام اللي أنا شفتها في طفولتي؟ هقول لك إن الأفلام اللي أنت شفتها بداية مثلا من سن 10 سنين فيما فوق هي الأفلام اللي بتعلق معاك وبيكون ليها تأثير عاطفي عليك، وده بيحصل بسبب ظاهرة نفسية اسمها نتوء الذاكرة، اللي بتفسر لك ليه الناس ممكن تتذكر فترات معينة من حياتهم بشكل أوضح وأقوى من باقي الفترات. يعني تلاقي جدك قاعد بيحكي لك قصصه ومغامراته وهو عنده 18 سنة وفاكرها بالتفاصيل جدا. على الجانب الآخر ممكن ما يبقاش فاكر حاجة لسه حصلاله من 10 سنين مثلا، فيا جدي مفيش غير الحكايه بتاع كل يوم دي ولا ايه؟ العلماء والباحثين بيفسروا هذه النظريه بانها كانت مليانه بالتجارب الاولى، اول قصه حب ليك في المدرسه، اول فيلم تشوفه مع العيله، اول مره مثلا تروح سينما. ولان هي دي الفتره اللي بتبدا تكون فيها صورتك عن نفسك وعن العالم، فالافلام اللي انت بتشوفها في هذه المرحله بيكون ليها تأثير كبير عليك وبتساهم في تشكيل هويتك، وده اللي بيخليها تثبت في الذاكره اللي بتكون نشطة جدا في العمر ده. وده يفسر لك الأفكار الغريبة اللي بنلاقيها في الأفلام الغربية مؤخرا، وحتى كمان في الكرتون وأفلام الأنيميشن. فيعني لو عندك طفل خليك حريص جدا
واخد بالك وهو بيتفرج على ايه. نرجع لموضوعنا. كونك بتشوف فيلم قديم انت بتحبه مش بس بتكون تجربة محملة بمشاعر قوية، ولكنها كمان ممكن تجعلك أكثر سعادة. وفقا لدراسة تصوير عصبي اتعملت على مجموعة من البنات، عرضوا عليهم شوية صور محفزة للحنين إلى الماضي، لقوا إن بيحصل نشاط في الحسين، الجزء المسؤول عن استرجاع وتخزين الذكريات، وأيضا القشرة المخية المسؤولة عن تقييم معنى الذاكرة. لو كانت ذكرى حلوة فمخك بيفرز هرمون المكافأة الدوبامين، وده يفسر لك ليه ممكن تشوف فيلم قديم ومن غير أي سبب واضح تحس إنك مبسوط وإنت بتتفرج عليه، لأن هناك علاقة بين نظام الذاكرة والمكافأة في الدماغ. ومن الحاجات برضو اللي ممكن تخلي الأفلام القديمة مفضلة عند بعض الناس مبدأ الأقل جهد. الإنسان عموما بيميل إنه ياخد الاختيار اللي هيكلفه أقل قدر من الجهد الذهني أو البدني، لذلك ممكن تلاقي حد بيتفرج على نفس الفيلم عدة مرات لأنه بيمثل له منطقة راحة. الشخصيات بتكون مألوفة، كذلك القصة هو عارفها فمش هيحتاج يبذل مجهود في الربط بين الأحداث، وحتى نهاية الفيلم بالتأكيد بتكون مرضية بالنسبة له. وكمان عندك نظرية التعرض المجرد اللي بتقولك إن الناس بتميل لتفضيل الأشياء أو الأشخاص اللي تعرضوا ليهم بشكل متكرر، وبنشوف تأثيرها الواسع على مجالات زي الإعلانات والتسويق. نظرياً تكرار رؤية شعار أو منتج معين بيزود من احتمالية اختياره. وعلى نفس السياق اعتبر إن المنتج ده فيلم شفته مرة في السينما ومرات عديدة في التلفزيون وأيضاً لقطات على السوشيال ميديا، فهو خلاص ارتبط في ذهنك. أعتقد بكده جاوبتلك على فكرة ليه بنحب أفلام زمان حتى ولو كانت سيئة. بس خلونا نروح لسؤال تاني مهم، هل فعلا أفلام زمان أحسن من دلوقتي؟ وزي ما قالت الروائية البريطانية بيريل بايند بريدج، كلما تقدم الإنسان في السن كلما تلاشى الحاضر بسرعة إلى اللون البني الداكن، وظهر الماضي بألوان زاهية رائعة. فهل فعلا السينما زمان كانت أزهى والأفلام القديمة أحسن ولا إيه؟ خليني أقولك إن من الطبيعي لما تيجي تبص على أغلب الصناعات اللي حواليك هتلاقيها بتتطور، زي الإلكترونيات مثلا أو الأدوية، وكذلك صناعة السينما. هتقولي ازاي ده في أفلام كتير ومسلسلات سيئة بتتعمل دلوقتي؟ هقولك برضو ده كان بيحصل زمان عادي، بس انت مخك مش فاكر غير الأفلام العظيمة اللي اتعملت من سنين طويلة وفضلت عايشة معانا لحد دلوقتي. بس عارف ايه الشيء اللي فعلا فقدته الحياة عموما مش السينما بس؟ هو البساطة. زمان ما كانش التركيز على الإمكانيات التقنية المبهرة أو المؤثرات البصرية اللي تخطفك، لأ، كان قصة حلوة، أداء مقنع كده. حتى المجتمع ونمط الحياة وقتها اللي السينما بتعكسهولك وبتصورهولك في الأفلام كان أهدى، مفيش السرعة بتاعة النهاردة، وده الشيء اللي كلنا مفتقدينه في حياتنا ومش بنلاقيه غير في الأفلام القديمة. ومع ذلك ما نقدرش نقول إن التطور وحش، لأن المؤثرات البصرية والتقنية اللي بقت أحسن في وقتنا هذا هي اللي بتخليك تقدر تشوف فيلم خيال علمي مقنع أو مشاهد أكشن احترافية، أو إنك تقدر تعمل فيلم رعب حقيقي فعلا ما يكونش يعني بيضحك. فالخلاصة استمتع بالزمن اللي انت اتولدت فيه بمشتقاته كلها حتى بأفلامه، لأن الأفلام اللي انت بتشوفها دلوقتي هي برضو يوما ما هتبقى كلاسيكية بالنسبة لأولادك ولأحفادك في المستقبل، وهيبقى برضو عندهم ارتباط عاطفي ناحيتها لأنها صورت واقع جيل قبلهم تاريخيا واجتماعيا وسياسيا وكل حاجة. بقى حقبة زمنية هم ما كانوش واعيين فيها أو حتى كمان ما اتولدوش فيها، بس الأكيد إنهم هيحبوا يطلعوا عليها. وإنت كمان حب الأفلام القديمة عادي. أنا شخصيا هنا على القناة في بعض الأحيان بتكلم عن أفلام قديمة عشان برضو بحبها، تقبل إن فيلم أنت بتحبه يطلع فيلم سيء عادي، لأن لما بتكلم على فيلم قديم الناس ليها ذكريات معاه أو متعلقة عاطفيا بيه بلاقي كومنتات غريبة، يا جدعان بجد كونه سيء ما يمحيش ذكرياتك معاه. يعني أنا ممكن أكون بحب فيلم لسبب ما وعارف إن هو وحش ومع ذلك برضه هفضل بحبه، لكن مش هتلاقيني قاعد بقاوح وبحاول أقنعك قد إيه هو فيلم عظيم. وزي ما أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه قال: أليس مؤسفا أن متعة الشيء لا تكتمل إلا بفقده، وأن نشوة الماضي هي أنه صار ماضي. فزي ما بتستمتع بذكريات زمان وأفلام زمان استمتع برضو بالحاضر اللي انت عايش فيه، عشان بحس ان الناس متحملين زيادة على الموضوع ده وان زمان كان احسن بقى ومش عارف ايه. لا بجد كل فترة ليها مميزاتها وعيوبها، ومش هفضل بقى اعدد لك في الاختراعات اللي انت ما تعرفش تستغنى عنها دلوقتي وما كانتش موجودة زمان اصلا. بس اكيد لو في حاجة بتسبب لك ازعاج من سمات العصر اللي احنا فيه
حاول تتجنبها، وحاول إنك تتحكم في حياتك عموما، وما يكونش الزمن اللي انت اتولدت فيه بيعيقك عن النجاح أو الاستمتاع بحياتك. وزي ما كارول فالنتين قال، حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. فيا صديقي، ما تخافش من المستقبل، واستمتع بالماضي وذكرياتك معاه، لكن اوعى تعيش فيه، وخليك دايما في الحاضر، لأن حتى الجزء اللي انت شفته من الحلقة هو كمان أصبح ماضي. وبس كده خلصت رحلتنا مع موضوعنا النهاردة، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجة جديدة او الفت نظرك لشيء، رسالة، فكرة او وجهة نظر مختلفة. والاهم في الاخر هو رأيكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو عندك موضوع معين مش فيلم تحب ان انا اتكلم عنه، اكتب لي تحت في الكومنتات او ابعت لي على الانستجرام. ولو حبيت الحلقة والكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقة مع صحابك، ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات الجاية. ولو عايز تعرف عني اكتر، هتلاقي لينكات الانستجرام واكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.